مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم. اليوم سنتحدث عن استعدادات المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2025 والتجهيزات الضخمة التي تشهدها الملاعب قبل الحدث القاري الكبير. هل سيكون المغرب جاهزا قبل الموعد المحدد؟ وما هي أبرز المشاريع التي يتم إنجازها؟ تابعوا معنا التفاصيل. المرحلة الأولى تجهيز الملاعب الكبرى. في اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد الوزير فوزي لقجع أن المغرب سيكون جاهزا قبل 7 أشهر من انطلاق كأس إفريقيا 2025. أشغال تأهيل الملاعب وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المرتقب أن يتم تسليم الملاعب وفق الجدول الزمني التالي: مركب محمد الخامس، الدار البيضاء، جاهز بحلول نهاية مارس 2025 ملعب فاس، أكادير وطنجة. جاهزة بعده بفترة قصيرة مركب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. ضمن المرحلة الأخيرة من الأشغال اجتماع الحكومة وخطة العمل. الحكومة المغربية تتابع عن كثب مشاريع البنية التحتية لضمان إنجاح هذا الحدث. الاجتماع الأخير عرف حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الرياضة محمد سعد برادة، والوزير فوزي لقجع، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تهيئة الملاعب التسعة التي ستحتضن البطولة. الملاعب ستكون جاهزة بين مارس وأغسطس 2025، ما يعني أن كل شيء يسير وفق الخطة. ثالث ملعب بن سليمان وكأس العالم 2030. ليس هذا فقط، فالمغرب يواصل التحضير لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. من بين المشاريع الكبرى بناء ملعب الحسن الثاني في بن سليمان بمعايير الفيفا، والذي سيكون جاهزا بحلول ديسمبر 2027. هذا المشروع يهدف إلى تقديم بنية تحتية حديثة لاستضافة أكبر التظاهرات الرياضية العالمية. أهمية هذا الحدث للمغرب: استضافة كأس إفريقيا والمونديال ليست مجرد إنجاز رياضي، بل فرصة اقتصادية ضخمة. ستشهد البلاد انتعاشا سياحيا واستثمارات جديدة، كما سيتم تعزيز البنية التحتية في عدة مدن مغربية. هذه المشاريع تعكس رؤية الملك محمد السادس الذي يطمح لجعل المغرب وجهة رياضية عالمية. بهذا نصل إلى نهاية الفيديو. هل تعتقدون أن المغرب سينجح في تنظيم كأس إفريقيا بشكل مثالي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلتقي في فيديو قادم، والسلام عليكم. مرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.